السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناه كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الغريبه بالمذاق ديال البرتقال وبكاوكاو. كتجي زوينه بزاف، مشقه وسهله، مكوناتها كيكونوا متوفرين وبدون بيض. هنا عندي 100 غرام ديال الزبده، عندي نص كاس د العنبه السكر، نص كاس د العنبه الزيت، كاس د العنبه ديال الكاوكاو محمر، ولا انا خديت البلدي كتحمروه وكطحنوه بالقشره ديالو. هنا عندي كما شفتوا، هنا راه ما طحنتوش بزاف، شويه خليته شي شويه حرش. عندي الدقيق خماره ديال 8 غرام وشويه ديال مبشور البرتقال. الا ما بغيتوش ديروه ديروا كيس ديال زهره البرتقال. هنا خديت الزبده والسكر. الزبده اللي استعملت انا من الاصل حيواني، الا بغيتو ديال العلب ديروا ديال العلب. درت 100 غرام. بغيتو ديروا علبه مثلا غضبوا المكونات، ديروا علبه ديال الزبده اللي فيها 250 او 200 وكتضبلوا المكونات كاملين. الا الخميره كديروا غير كيس ونص. هنا فرغت الزيت، نص كاس د العنبه، هاد غريبه راه كتجي زوينه بزاف وسهله. هنا وضعت مبشور ديال البرتقال كيجي زوين مع كاوكاو. بغيتو ديروا شويه ديال القرفه او الزهره ديال السكر نسم بزهره البرتقال اللي بغيتو، شي حاجه اللي كتنسم شويه من غير فاني ما كيجيش بزاف مع كاوكاو. هنا وضعت كاس ديال الفول السوداني، تقدروا تستبدلوه باللوز حتى هو حمروه، او ديروا نص لوز نص جوج يعني السمسم. هنا درت الخميره 7 او 8 غرام والدقيق مع قبصه د الملح. صافي كنبدا نجمع غير بشويه. صافي البنات، بالنسبه للدقيق انا دخلت لي تقريبا 250 غرام حتى 300. المهم تبقى شي شويه العجينه تبقى شويه رطبه، تقصحوهاش بزاف. هي ماشي بحال البهله، المنظر كيجي تقريبا بحال البهله ولكن هكا كتجي شي شويه هشيشه عليها. غنكور هكا الكويرات ديالي وكندوزهم في السكر الثقيل. وكنحطهم بهذا الشكل هذا. شفتوا العجينه كتكون شويه رطبه. بالنسبه لي انا غادي ندير حبه ديال الكاوكاو، حيت درتها بكاوكاو. الا درتو اللوز والجلجله نديرو نص حبه ديال اللوز.
صافي غادي ندخلها طيب ونرجع لكم ان شاء الله في الشكل النهائي. فوالا البنات، كان هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا. كتجيب هذا الشكل كما شفتوا. ضروري تخليوها في اللاطه بالفران حتى كتدفع تجمعوها، لان كتكون هشيشه بزاف. بالنسبه للفران ما ذكرت لكمش الطريقه ديال الطهي. فكتسخنوا الفران على 180 درجه من الفوق ومن التحت، وكتدخلوا الغريبه ديالكم، وديك الساعه كتنقصوا ديك 170 160. ومن الافضل يكون هذا الوجه ديال الغريبه يعني منه للشوايه يكون الفوق مزيان قريب من الفوق حتى كيتشقق مزيان. ديك الساعه كتهبطوه الوسط باش كيتحمر في نفس الوقت كيطيب من التحت. كنتمنى تكونوا فهمتوا. المهم اللي ما فهمت شي حاجه تكتب لي في لي كومونتير ونجاوبها. كما شفتوا البنات راه كتجي مشقه وزوينه بزاف وهشيشه، غادي تعجبكم ان شاء الله. غير جربوها ونشوفكم ان شاء الله فيديو جديده. مع السلامه.